تصدق إن عام 1932 كانت الصحف مقلوبة والبوليس بيدور على شخص نصاب أو ما يعرف في العصر الحالي بمستريح جديد استولى على أموال طائلة من مصريين وأجانب تحت مسمى شركة وهمية أسسها للنصب على المواطنين. في عام 1932 أذاعت حكمدارية بوليس مدينة القاهرة نشرة في كل مكان قالت فيها إنها بتبحث عن حسن عبده خضر البالغ من العمر 33 سنة، وهو قمحي اللون ومربع الوجه، وأوهم أشخاصا بوجود شركة بريطانية كبرى تسعى لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج، وقام بالاستيلاء من بعضهم على أموال طائلة بغرض توظيفهم في الشركة، بينما أقنع آخرون أن الشركة تريد شراء أراضيهم لزراعتها، فحصل منهم على عمولة جراء تسهيل عملية البيع. وصفت الصحف المصرية النصاب حسن عبده خضر ابن محافظة الدقهلية بأنه كان شخص وسيم وشديد الأناقة والظرف، وكان بيجيد التحدث والكتابة بأربع لغات، وهم الإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية. عشان كده قدر يوقع عدد كبير من الناس بأكاذيبه وقصصه الوهمية. اشتغل حسن عبده الفترة بسبب إجادته التامة للغة الإنجليزية كسكرتير للسياسي المصري ورئيس الوزراء الراحل محمد محمود باشا أثناء رحلته إلى أمريكا للدعاية للقضية المصرية، وبعدين اشتغل كسكرتير للمفوضية الإنجليزية في جدة، وبعد كده اشتغل موظف في شركة نترات الشيلي الشهيرة للأسمدة، ولكنه اتفصل منها بسبب استغلاله لمنصبه للحصول على أموال من المواطنين. ووقع حسن عبده في حب فتاة إيطالية واتجوزها، ودخلت الإسلام من شدة حبها ليه، وأوهمها إنه موظف كبير في الدولة رغم إنه في الوقت ده كان عاطل. وخلال حديثه مع زوجته عرف إن حماته عندها صديق فلسطيني يمتلك أرض كبيرة بجوار الأهرامات عايز يبيعها عشان يرجع يعيش للأبد في بلدته الأصلية يافا. وهنا قرر حسن إنه يبدأ عمليات النصب. طلب من حماته إنها تتصل بصديقها وتخليه يجي مصر فورا عشان لقى بيع للأرض بتاعته مقابل سمسرة يحصل عليها منه. واتصل حسن بوكيل شركة النترات اللي كانت فصل منها وترجاه إنه يساعده في موضوع بسبب إنه بيعاني من البطالة حاليا، وقال له إن في شركة إنجليزية اتأسست في مصر لشراء الأراضي الزراعية وإنها عايزة تشتري أرض من صديق حماته، وطلب منه إنه يجي يعاين الأرض ويكتب تقرير عنها يشمل مساحتها والمبلغ اللي بتساويه، وطلب منه إنه ما يتكلمش مع صاحب الأرض خالص عن الشركة الإنجليزية عشان يعني عمولته ما تضيعش لو عرف، لأنه ممكن يتكلم الشركة الإنجليزية الوهمية اللي هو بيقول عليها من وراه وبكده تضيع عمولته. وفي نفس الوقت قال لصديق حماته إن شركة النترات هي اللي هتشتري الأرض بسعر كبير جدا، والراجل طبعا صدق كلامه لأن وكيل الشركة جه قدامه وقاس الأرض وكتب تقرير، وطبعا ما يعرفش إن دي لعبة من حسن عليهم هما الاتنين اللي من خلالها سحب من صاحب الأرض أموال طائلة تحت حساب السمسرة. وفي صيت جديد لحسن عبده التقى في إحدى الخمارات الكبرى بالقاهرة برجل إنجليزي يدعى مستر لانج، وعرف منه إنه كان موظف لدى الحكومة المصرية في مركز كبير. وهنا ظهرت فكرة نصب جديدة لحسن بإنه قال لمستر لانج إن عنده صديق إنجليزي يدعى كلارك على اتصال بمليونير أمريكي عايز يؤسس شركة كبيرة في مصر لتصدير المحاصيل الزراعية، وإنه طلب منه تأسيس الشركة دي برأس مال 200 ألف جنيه. وبدأ عبده في تجهيز شركة المحاصيل الجديدة واشترى شقة في عمارة بهلر في شارع قصر النيل بوسط البلد، وأسسها بأساس فاخر اشتراه باسم الشركة من غير ما يدفع ثمنه. وصحي مستر لانج في يوم لقى خطاب مبعوت له موقع باسم جيمس كلارك المدير العام لشركة المنتجات الزراعية المصرية بأنه قد تم تعيينه كمدير عام لفرع الشركة بالقاهرة، وإنه هيحصل على راتب 1000 جنيه في العام يضاف إليه 600 جنيه أرباح ومصاريف له من الشركة، وإن الاتفاق النهائي هيكون مع السكرتير العام للشركة حسن عبده خضر. وبدأ مستر لانج يباشر عمله في الشركة مع السكرتير حسن عبده خضر اللي بدأ يستدرج طالبين العمل بالشركة الجديدة وياخد منهم أتعاب مقابل إنه يوظفهم في الشركة، وكان بيديهم عقود موقعة باسم مستر لانج. ووصل عدد اللي وظفهم 50 شخص. ولم يكتفي عبده بطالبين التوظيف، ولكن كان بيطوف على أصحاب الأراضي الزراعية
ويوهمهم إن الشركة بأموالها الطائلة هتستأجر أراضيهم، ولكن لازم يدفعوا له أتعاب مقابل مساعدته ليهم. ومع الوقت شعر مستر لانج بالشك تجاه حسن، وفي يوم جه خطاب موقع باسم مستر كلارك لمستر لانج في حوالة ب5000 جنيه مرتبات للموظفين، ولكن شك مستر لانج مهديش وطالب حسن بأنه يرسل برقية لمستر كلارك عشان يجي مصر لأنه محتاج يقابله. وفعلا رد مستر كلارك في جواب إنه جاي مصر بعد يومين، وطلب حسن من مستر لانج والموظفين السفر لبورسعيد للقاء مستر كلارك اللي هينزل هناك. وفعلا سافر كل العاملين بالشركة مع مستر لانج، ولكن ملقوش أي أثر لمستر كلارك الوهمي. ورجع مستر لانج بسرعة إلى القاهرة، لقى إن تم الحجز على كل أساس الشركة لأن حسن ما دفعش حقه من الأساس، وكمان أصحاب العمارة أبلغوا البوليس. واتضح لمستر لانج إن قصة الشركة ورئيسها كلارك من وحي خيال حسن ومفيش حاجة كده في الحقيقة. وفضل البوليس يبحث عن حسن عبده خضر بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عامين غيابيا، ولكن ما كانش ليه أي أثر لحد ما قابله مرة مأمور اسم عابدين بالصدفة في أحد المقاهي وألقى القبض عليه. الغريب إن حسن عبده خضر وهو في السجن أطلق إشاعة غريبة جدا عام 1934 قبل خروجه بفترة بسيطة نشرتها الصحف، وهو إنه له قريب توفى في جنوب أفريقيا وترك له ثروة 180 ألف جنيه وهو وارثها الوحيد. ولكن بعض الصحف حذرت إن ممكن يكون الخبر فخ جديد عشان يرجع حسن لنشاطه القديم النصب أول ما يخرج. تصدق دي؟